حدثت من هذه الطيور ومن هذا الطير اللي جاء للمدينة أنها في الليل جلست على شجرة، كان تحت تلك الشجرة بنت عليلة عمياء خرساء، أبطأ أبوها عليها تلك الليلة فاستوحشت ولم تنم، وإذا بالطير ينادي وحسيناه، وهو جالس على تلك الشجرة التي الطفلة تحتها، فقطرت قطرة من تلك الدماء في عينها اليمنى فشفيت وبرئت، ثم قطرت قطرة أخرى في عينها اليسرى فبرئت، ثم قطرت قطرة على لسانها فنطقت، وهكذا كلما جرى الدم على جسد هذه الفتاة كان جسدها يصحى ويسلم، حتى أنها قامت في الصباح لما عاد أبوها إليها لم يعرفها، رأى بنتا تحوم وتطوف في ذلك البستان، قال لها: يا هذه أما رأيت بنتا عليلة هنا؟ قالت: أبا أنا بنتك، وقصتي كيت وكيت من طائر تقطر دماؤه علي وهو ينادي وحسيناه. هذا الرجل طبعا غشي عليه، هذا اليهودي هم من قبيلة اليهود، غشي عليه، فلما أفاق رجع إلى أهله، وببركة هذه المعجزة تشيع